هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل مع بعض المنظم اللي فيه بنات كتير جدا طلبته مني. قالوا لي كتير، يعني بصراحه مش واحده بس ولا اتنين. قالوا لي اعملي لنا منظم للميك اب ومنظم للادوات المدرسيه. منظم الادوات المدرسيه اوريدي موجوده عندي، بس محتاج شويه تعديلات هقوله لكم في فيديو بعد كده. بس ديت علبه ماي واي، كرتونه ماي واي. الكرتونه ديت انا مش عاوزاها في حاجه دلوقتي غير ان انا اعمل بيها منظم للتسريحه بتاعتي. التسريحه بتاعتي هوريكم شكلها اهي. الحقيقه مش متظبطه خالص. وفيها 2 تربو، وفيها كمان المنظم ده احنا هندخله معانا. ف مش متظبطه، وكمان في ادوات مش موجوده عليها، حطها في مكان تاني. فانا كنت عاوزه الم كل حاجه فيها، فلو عايزه الم في كل حاجه فيها لازم اعمل لها منظم. فيلا بينا نشوف هنحتاج ايه مع بعض. زي ما قلت لكم هنحتاج الكرتونه دي. تمام. انا عندي مثلا علبه زي كده بتاعه ريسيفر. تمام، احنا مش عاوزينها. اهي العلبه شكلها عامل كده. وده ممكن نستخدمه برضو. كنت انا عامله العلبه دي برضو قبل كده. فهلم كده شويه علب ندخلهم فيها، او ككرتون، يعني بان احنا نقسمهم كدروج او كده. طيب، اول حاجه انا هعملها ان انا هقسمه بالنص. انا عملت دي كده بس يعني توفيرا للوقت. هجيب القطر واقسمه بالنص وافتحه، بحيث ان احنا نفتحه من 4 جوانب ونعمله كبابين بيتفتحوا كده. بصوا بنات، انا فتحتها كده تمام. بس هحتاج حاجه لو انتوا تاخدوا بالكم من جوه. مش عارفه. سوري، معلش. لو هتاخدوا بالكم من جوه دي مرفوعه كده، فانا لازم اثبتها من هنا كده ومن هنا كده، وكمان اللي فوق لازم اثبتهم كويس عشان يبقوا ثابتين وما يضايقونيش بعد كده في الخروج والطلوع بتاع الادراج اللي هنعملها. بصوا يا بنات، انا دلوقتي تمام. حاولت الزقها كتير جدا بس ما مسكش فيها كويس، يعني قد ما مسك فيها اللزق ده. المهم، انا جبت كرتونه عاديه جدا بتاعت نتيجه. كرتونه عاديه جدا طبعا هتتغلف، وقصيتها على المقاس بحيث ان هي تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بس انا فكرت في فكره، فكرت ان دي احط فيها المنتجات بتاعتي. هقول لكم زي ايه مثلا. زي المروفر ده اللي هو لارويال لاروز، وكمان الشامبو. فانا هاخد يعني مثلا هتبقى في النص، هتبقى كده في النص. تمام، عشان اعرف احط دول براحتي كده. يعني فرضا مثلا ان انا اعرف احط من تحت واحط من فوق المنتجات بتاعتي، لان انا المنتجات بتاعت السكين كير والهير كير والحاجات دي كلها كتير جدا. فدي اكتر حاجه هتفيدني. وكمان حمامات الكريم والحاجات دي كلها، دي اكتر حاجه هتفيدني ان انا احط فيها الحاجات دي. اما بالنسبه للميك اب والحاجات دي هوريكم كمان شويه نحطها في ايه. دلوقتي هبدا اعمل ايه. هبدا ان انا اغلفها كلها من جوه ومن بره بشكل لطيف وحلو. هوريكم دلوقتي هغلفها بايه. انا عندي باقي من الورق ده، هحاول ان انا اكملها واكمل شكلها من جوه بيه. وهكمل الجناب مثلا وفوق مثلا بدوت. ده ما بيلزقش، ده بلزقه بالصمغ او بالشمع. فهخلص الخطوات دي حبايبي وارجع لكم تاني. ده الشكل اللي هو شبه نهائي. انا كده عملتها من جوه، عملت الارضيه بالشكل ده والرف بالشكل دوت. ومن بره كده ومن اعلى الجهه دي، بس اللي انا عملتها بالشكل ده عشان انا يعني دي اللي هتبقى ظاهره، ودي هتبقى ناحيه الحيطه التانية، فما عملتهاش عشان خاطر توفيرا، يعني لان انا خلاص الشمع اللي عندي خلص. فاضل حاجه بسيطه جدا، ان انا اركب لها حاجه اشدها بيها، وهقول لكم هنركب لها ايه دلوقتي. اهي يا بنات شكلها، يا رب يكون عجبكم. طبعا انا عملت لها اللولي دوت عشان اعرف افتح الباب بتاعها. شكلها اهو من جوه. هاخدكم معايا وانا بحط فيها. تقريبا هما مش متساويين، بس عشان الباب مش عاوز يقفل كويس، بس انا هحاول معاه لحد ما يتقفل تمام. هنروح بقى مع بعض نرص فيها الحاجه على التسريحه. انا هنا شلت كل حاجه من على التسريحه زي ما انتوا شايفين تمام كده. همسحها كويس وهبدأ احط عليها اللي احنا عاملينه مع بعض. المنظم ده يا بنات ان شاء الله باذن الله يقدر ياخد كل حاجتي
وما يعمليش مشكلة خالص، يعني اتمنى من ربنا كده اهو. تمام، انا هحطه كده في الجنب على اساس انه يفتح كده. انا كنت عاوزه احطه كده بس انا ما عملتش ليه الحته دي، وبعدين الحته تبقى صغيره قوي قدامه، فهنا كده افضل مكان ليه. طبعا اللزق دوت التجليد ده وحش خالص، يعني الحمد لله انه قرب يخلص اساسا. يلا بينا نرص الحاجه. اعمل كده ابين لكم ازاي هنرص الحاجه جواه. بشغل السكين كير والحاجات دي كلها، يعني ايه، انا مش عايزه تبقى في حاجه بعيده عن ايدي غير الحاجات اللي انا مش بستخدمها كتير. تمام، يعني الحاجه بتاعه الاستحمام مثلا حلو ان هي تكون موجوده جوه بالشكل دوت. انا عايزه اوريكم بس عشان الباب مش بيفتح اهو. بصوا انا عايزه اوريكم ان عملت حاجه. تمام، بصوا انا كان عندي العلبه دي. تمام كده، حطيت فيها كل الحاجات اللي بستخدمها تقريبا من اسبوعين ل3 اسفه جدا على شكل ايدي طبعا. اللي هو الحمامات الكريم، تمام، الزيوت والمقشر. تمام كده، انا كده حطيتهم هنا عشان خاطر يبقوا يعني مش بعيد عن ايدي ومش قريب كمان ان هما يعني يخلوا المكان ضيق وكده. فانا هحط الحاجات دي قدام بعضها، الحاجات اللي هي كل السكين كير بقى يعتبر، بس مش عايزه ايه اهو كده مثلا. تمام، قدامها بالشكل دوت. وهنا برضو احط الحاجات اللي هي برضو الخفيفه قوي، عشان ده طبعا بيعتبر رف كرتوني، فمش بيبقى تقيل، يعني ان هو بيستحمل حاجات تقيله، فالحاجات التقيله كلها انا حاططها تحت يعني. هوريكم كده شكل التسريحة النهائي ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة انا حطيت هنا الطبق الاكسسوارز بتاعتي اللي هي اليومية على طول بلبسها وانا نازلة. تمام، بعد كده حطيت السكين كير كلها هنا وهفرجكم عليها دلوقتي. بس انا عايزه اقول لكم ان انا هنا حطيت التربو الصغير والتربو الكبير والمرايه فوقها، يعني هبقى اعدلها براحتي بقى وقت ما انا بجهز طرحتي وكده. وحطيت هنا كمان علب الاكسسوارات، وهنا كده كمان، والفرشه دي كده كديكوريشن، والورده حطيته على جنب بقى المنظر العام كده. طيب انا هفتح دلوقتي. عايزه اقول لكم ان هي شالت كل السكين كير بتاعتي، حتى انا جبت حاجات من بر يعني من مكان جنب الدولاب هنا، عشان كنت شايله فيه برضو الحاجات. فاهو شكلهم كده، وحتى في جوه هنا اللي قلت لكم طبعا، وهنا كل السكين كير وكل الحاجات بتاعت الاستحمام جوه هناك اهي، والحاجات اهي قدامكم. انا حاطه دي عشان تسند، بس عشان دول تقال قوي عليهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تطبقوا الفكره وتعجبكم جدا يعني. بس هي عندي مشكله لان الحاجه تقيله، فمنزله السقف شويه بتاعها. شكلها اهو يا بنات، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم على خير يا رب الفيديو الجاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو عايزين اي حاجه تكتبوا لي تحت في الكومنتات. واسفه جدا لو كنت اتاخرت عليكم في الفيديو ده. يلا باي باي.